اهلا وسهلا مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير. بعد الانسحاب المرير المنتخب التونسي امام مالي في كاس افريقيا في المغرب، الناس ولات تحكي على مدرب اجنبي والا مدرب تونسي ولا اللي هو. المهم، انا واللي يعرف قناتي يعرفني نحكي كان على القديم، نحكي كان على ديزيفينمون، نحكي على جوارات، نحكي على اي حاجه. المهم ديما في القديم، نادر برشا اني نحكي على حاجه جديده كيما تو اني قررت اني باش نحكي، بما انه يهمنا الشيء وكلنا حسينا الخساره متاع تونس وكلنا حسينا الهزيمه. المهم، فما كلام قالوا صديق اللي هو يونس العزعوزي، نقدم له تحيه، اللي هو توا في سلطنة عمان، عجبني برشا، متفق معاه تقريبا في 99% من الكلام اللي قالوا. نحب بارتاجيه معكم. كما قلنا يعني باش نشوفوا هل انه من الاحسن يكون مدرب المنتخب التونسي اجنبي والا يكون تونسي. المهم صديقي يونس هبط ستاتيو، عجبني برشا وهاني باش نبارتاجي معكم، و 99% انا معاه، هكا 1% ترى كيف فيه. هات نشوفوا شنو قال يونس. تاريخيا ما عمره المنتخب ما نجح مع المدرب التونسي. المرات القليلة اللي نجحنا فيها كانت مع مدربين أجانب، باستثناء مختار بن ناصف اللي لعب نهائي كأس افريقيا 1965. حتى ما يسمى بملحمة الأرجنتين كان خروج من الدور الأول، ضخمناه وصنعنا منه إنجاز وهمي، ولو أنه يحسب لشتالي الوصول لكأس العالم لأول مرة في تاريخنا. بعد فشل 1994 مع يوسف الزواوي جاء كاسبر جاك، وصل نهائي كاس افريقيا 1996 بلاعبين كلهم محليين، ونهائي الكان الوحيد اللي لعبناه خارج تونس. ومن بعد ترشحنا معاه لكاس العالم بعد غياب 20 سنه. بعد فشل كاس العالم 2002 مع عمر السويح جاء روجيه لومير، ومعاه هزينا الكوب دافريك الوحيده في تاريخنا سنه 2004. بعدها رجعنا للفشل المحلي مع سامي طرابلسي ونبيل معلول مرتين، لين جاء الان جيغاس وصلنا معاه نص نهائي في 2019 اللي ما وصلناهاش من 2004، وكنا نجم نلعب النهائي لولا استهتار بعض اللاعبين. بالطبيعة الجامعة حنت إلى الفشل، فكافأت المدرب ألان جيغاس بالإقالة، ورجعنا للرداء المحلية وقعدنا نجيبوا الفاشل وراخوه، من منظر الكبير جلال القادري، القيس اليعقوبي، منتصر الوحيشي، وصولا إلى سامي طرابلسي. المدربين التوانسة ما همش كاليبر متاع مسابقات قارية، حدهم حد بطولة تونس وإلا الخليج. مدربين عقيمي الفكر ومستواهم متأخر برشا على المقياس القاري والعالمي، وسامي طرابلسي ما هوش استثناء. يا تجيب مدرب أجنبي وموش أي أجنبي، يا باش تقعد هكا من خيبة إلى خيبة ومن فشل إلى فشل، خاطر لا كورتك المحلية كورة ولا عندك مدرب بينجم يستغل المواهب اللي كونتهم أوروبا ويعمل بيهم فريق محترم. وكما قال حنا المجبري، on rêve trop mais on ne travaille pas assez. الكلام هذا متاع صديق يونس انا نتبناه، قلت 99% و1% على الارجنتين تبقى ملحمه، لانه اول مره نترشحوا تبقى ملحمه، ويبقى كنا قراب من انه نتاهلوا بعد الانتصار والمردود الكبير ضد الالمان، ومرينا بجانب التعادل ضد بولونيا. لكن الكلام بخصوص المدرب صحيح، تونس فاشله مع المدربين المحليين للاسف الشديد، وهذا التاريخ يقول الكلام هذا. من المستحسن انه يكون مدرب اجنبي يعرف يتعامل، لانه نعطيكم انا اكزامبل نتاع روجيه لومير. روجيه لومير كان يختار لاعب بدون فريق على لاعب من البطوله التونسيه، رغم ان الوقت هذاك البطوله التونسيه كان فيها العديد من اللاعبين الممتازين كما المرحوم الاسعد الورتاني، كما وسام يحيى، لكن ما كانوش يلقاو حظهم مع روجيه لومير اللي كان يختار لاعبين من اوروبا، لانه يعرف التكوين الاوروبي ويعرف اللاعب التونسي اللي يعيش البرة واللي متكون البرة، وقول متكون البرة ومش خرج واحترف، لانه احنا عنا تجربه سيئه جدا مع اللاعبين المحترفين التوانسه اللي يخرج لهم من تونس نجم، لكن للاسف الشديد في اوروبا ما تمشيش معاه. والامثله عديده كما كمال الزعيم اللي خرج ستار من الترجي، نفس الشيء اسامه الدراجي اللي قال لك انتظروني في ريال مدريد او برشلونه، لكنه خرج من سيون في سويسرا. الفرجاني والروج اللي خرجوا نجوم من نادي الصفاقسي وما نجحوش مع فريق ميتس، والامثله عديده ومتعدده. بار كونتر الملاعبين اللي متكونين البرة هما اللي تنجم تتعامل عليهم وما يفهمهم الا المدرب الاجنبي. ان شاء الله عجبكم فيديو اليوم، ما تنساش هذاك البارتاج، وكانك اول مره على القناه فولو. الى اللقاء. نبدا مريقل مريقل واضح زوز